الفيديو ده يا جماعة خطير جدا جدا، والمعلومات اللي فيه إن صحت فأنا بقدم من مكاني هذا بلاغ للجهات المعنية إن هم فورا يتم القبض على الأم والأب المتسببين في المأساة والإصابات الخطيرة المرعبة دي لطفلة عندها 6 شهور. أنا هقول حاجات مرعبة، بس طبعا المعلومات دي أنا بقولها بناء على مسؤولية اللي كاتبه البوست دوت، وكمان محدده عنوان الام والاب، فما اظنش يعني ان هم هيكتبوا معلومات كده في الهوا علشان ان هم هيروحوا في داهيه، لان هم ذاكرين عنوانهم. طيب ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه ان البنت ديت طفله بريئه جدا، كل ذنبها في الدنيا ان ربنا جعل ام واب ما يستاهلوش ابدا يبقى عندهم البنت الجميله ديت. البنت عندها 6 شهور، بس ده ذنبها في الدنيا انها عندها ام واب مختلين مجرمين. الطفله دي اسمها سجدة. البنت اصلا في اخبار متداولة بتقول ان هي من يوم ما اتولدت بيتم التعرض ليها لعمليات تعذيب وحشي ممنهجة من الام والاب، وبالذات الام لان الاب سلبي جدا ما بيعملش اي رد فعل. بصوا الام بتعمل ايه، عشان دي لازم اعدام، لازم. بيقولك بتعذبها وبتهملها وحروق وكسور لدرجة الطفلة اللي 6 شهور عندها كسر في رجليها. بصوا المنظر عامل ازاي. الرسالة كنت شايفاها على موقع اسمه حكايات نرمين علوي، وانا طبعا بستأذنها في المعلومات دي علشان كلنا نتكلم عنها، ويتم محاكمة عاجلة للأم المجرمة دي. انا اسفة اني بقول عليها ام، انا اسفة، بس هي يعني مش لاقيه لها لقب، مش لاقيه لها لقب. بيقولوا واحدة الرسالة وصلت لواحدة من المدرسات، طلبت سيدة عدم ذكر اسمها، كانت مصدومة وهي بتحكي ان الطفلة دي ان امها من ساعة البنت ما اتولدت وعرفت ان هي بنت على اساس امها ذكر يعني. ان هي بدأت تعاملها بمنتهى القسوة. ما من خيبة جوزك، لا بترضعها طبيعي ولا حتى اللبن الصناعي اللي هو المفروض بيجيلها بتديهولها لانها عايزه تقضي عليها تتخلص منها. طب اديها الناس محتاجه ان اطفال يربوها. وحتى اللبن اللي بيجيلها من الصحة بيوصل للبنت مش بتديهولها، وكمان بتاخده وبيبيعوا ده بناء على المعلومات اللي تم ذكرها في الرسالة. وفي الوقت اللي المفروض فيه الأم والأب يكونوا في أمان لطفلتهم، الرسالة بتقول إن الجيران هم اللي كانوا بيصرفوا على الأم على البنت، ومتكفلين بيها في كل احتياجاتها الأساسية اللي بتحتاجها في الدنيا. أنا بتهيألي كل احتياجاتها في الدنيا إن هي ربنا ياخد الأم دي. وفي الوقت ماشي. وكمان التفصيله الاخطر في جواب في ناس قبل ما اكمل بقيه المعلومات هيقولوا لي طب ليه الست دي ما ذكرتش اسمها؟ ممكن يا جماعه خايفه ان هي حد يتعرض لها من الام او من قريبها بالسوء. طيب التفصيله الخطيره بقى ان كل مره حد من الجيران بيحاول ياخد الطفله ساجده ديت علشان يرعاها او يبعدها عن اذى الاسره دي. للأسف الأم كانت بتروح ترجعها تاني. طب ما انت مش عايزاها وبتأذيها وبتحاولي تخلصي منها، ما تخلي الناس ياخدوها يرعوها ويربوها. بس للأسف دي أم مجنونة ومجرمة يعني، وكأنها بتمنع عنها فرصة النجاة. أما الأب بقى كان سلبي جدا جدا. الناس لما عرضوا عليه ياخدوا البنت ويربوها عندهم كان رده صادم، ورفض يسيبها لأي حد، يعني لا بيرحمه ولا يسيبه، رحمة ربنا تنزل. هتقولوا لي طب ازاي بيحصل في كل البنت دوت والناس ما بتبلغش؟ الناس بلغوا يا جماعة، ده بيقولك لما كمان حصل في لها الإصابات دي كانت البنت جعانة يا قلبي، وهي مش قادرة تقول أنا متوجعة ولا جعانة ولا حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل. هي لو كنت تقدر تتكلم كانت هتدعي عليها على الأم. فبيقولك خدتها ورمتها وخبطتها، وشايفين الحرق باينة قوي في الإيد وفي الجسم. حسبي الله ونعم الوكيل. الجيران بيقولوا ان هم ما كانوش ساكتين، ما كانش يعني مش سلبيين زي الاب يعني، وبيحاولوا يساعدوا البنت وبيصرفوا عليها. ولما شافوا الوضع بيزداد سوء وان حالتها بقت في خطر حقيقي بلغوا الشرطة. عشان بيقولوا لي ليه ما بلغوش؟ لا هم بلغوا، بس الصدمة الكبيرة هي اللي هتحصل دلوقتي واللي تم ذكرها في الخطاب اللي
على مسؤولية صاحبه. في الجزء الخاص بالجهات الرسمية بحسب الرواية إن أمين الشرطة لما جاء وأخد فلوس من الأسرة وبعدها غادر بدون تدخل حقيقي، واتقال للجيران كلام معناه ان دي اهلها وهم احرار فيها، على اساس ان ده كيس شيبس يعني وهم احرار فيه. التفاصيل بقى المرعبة كانت في رسالة ان الكسر اللي انا ذكرته في اول الفيديو اللي في رجل طفلة عندها 6 شهور في كسر في رجليها. تخيلوا انتوا الاجرام. حصل لانها كانت بتعيط علشان يا حبيبة قلبي كانت جعانة وعايزة تاكل، فشالتها بعنف ورمتها في الارض وايديها اتحرقت ومعلقه اتسخنت واتعمل بيها حرق في وشها، وشعرها كان بيتشد وبيتقطع من باب التسليه. يا جماعه انا بحس ان انا بقرا احداث فيلم مرعب مش حاجه على ارض الواقع. الاقصى من كده ان نفس الرساله قالت ان اللي عند الام ولد، بس للاسف هي مش بتعامله بنفس معامله البنت دي. الله، طب ما تودوها الملجأ، ودوها الناس يرعوها ويراعوا ربنا فيها ويتكفلوا بيها. انا مش يعني هي بتعامل الولد احسن من البنت، لا وبتعمل فيها كل ده ليه؟ ذنبها ايه في الدنيا؟ هي الامها دي كانت ذكر بشنبات واتحولت ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمه. ما هي كانت بنت تقبل ان هي كان يحصل كده فيها وهي صغيره؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها، ربنا يشيل ايديها. وصاحبة الرسالة كانت بتستغيث بوضوح بتقول ان استمرار اللي بيحصل ده ممكن ينهي حياة الطفلة. يا رب ينهي حياة اللي بيعذبها او يسبب لها اعاقة دائمة. وكانت بتسأل انتوا مستنيين تقتلها؟ وبحسب النص المتداول مكان الواقعة هي كمان ذاكرة العنوان، امبابة شارع المطار. طيب ما اظنش ان معلومات في الهوا ولا فيديو بوست يعني كده او بوست كلام اي كلام على الفاضي، لا ذاكرين العنوان امبابة شارع المطار. وده اللي خلى ناس كتير بتطالب بنشر القصة، وانا كمان بطالبكم يا جماعة بنشر القصة، وان انتوا تشيروا الفيديو ده او انتوا تتكلموا عن الموضوع دوت علشان يوصل للجهات المعنية وصفحة وزارة الداخلية والام دي يتحققوا من المعلومات كاملة. لان بجد انا برغم ان انا بقرا المعلومات دي انا مش قادرة اتخيل ان في حد ممكن يعمل كده في اولاده، بس شفنا مصايب كتير في الدنيا وادي مصيبة من مصايبها. وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الطفلة ديت. وأصعب سؤال هنا للجيران، حاولوا وما قدروش ينقذوها، ولو الكلام صحيح التدخل الرسمي كان ضعيف جدا. طيب هل انت شايف ان السقوط اخطر من الجريمة؟ اكيد طبعا السقوط اخطر من الجريمة، لان ده بيخليها تكبر وتعمل ما بدلها في الموضوع ده. يا جماعة لازم نتأكد من المعلومات، بس انا شايفة صور واظنش يعني الصورة تكذب. وكمان ذاكرين ان العنوان بتاعها امبابة شارع المطار. ارجو من الجهات المعنية التحقيق في الجريمة دي والتأكد من صحة المعلومات كاملة زي ما وردت في البوست اللي على الصفحة اللي انا ذكرتها، وينقذوا الطفلة ديت ويحبسوا فورا الام دي والاب اللي ساعد الام بسقوطه واهماله في الجريمة ديت. حسبي الله ونعم الوكيل.